السلام عليكم. اليوم راح نشرح لكم كيفاش راح تخدم بطاقة فيزا ريدوت باي في الجزائر. تقدر تشري بها من الانترنت ولا تدير بها سبونسور وتشحن بها حتى لي جو بسعر 300 ألف. تروح لجوجل بلاي ولا اب ستور وتكتب ريدوت باي، تلقى الابليكاسيون هذه بالاحمر. الخانة الأولى تدير الإيميل تاعك، والثانية تدير المود باس، والثالثة تدير الكود هذا. تروح هنا الحساب ومن بعد تروح للمصادقة. راح تشوف علامة تعجب تحت حسابك، اضغط عليها وراح نديرو معلوماتنا الشخصية. وفي الخانة الأولى دير البلد اللي راك مقيم فيه، دير اسمك في خانة given name، زيد أدخل اللقب تاعك. وفي الخانة الرابعة دير تاريخ ميلادك. بعدها تختار الوثيقة الرسمية اللي راح تثبت بها هويتك، وتكون إما جواز سفر ولا بطاقة تعريف بيومتري ولا رخصة سياقة بيومترية. وفي حالتنا راح نختاروا الإثبات عن طريق بطاقة التعريف الوطني. بعدها دير رقم تسلسلي في البطاقة، وكي تكمل تأكد من المعلومات اللي قمت بإدخالها واضغط على نيكست. الآن يخبرونا أنه راح نقوم بتصوير بطاقة تعريف وطني ونديرو سيلفي. اضغط على Identity Verification، قم باختيار الخيار الثاني واللي هو أنك مقيم خارج الولايات المتحدة، واضغط على موافق. دير كونتينيو وعاود اختار الوثيقة اللي حتثبت بها هويتك. احنا نختارو ID كارد كما قلنا في السابق. دير موافق على فتح الكاميرا وروح لبلاصة فيها إضاءة جيدة. صور بطاقة تعريف وطني خاصة بك من الجهة الأمامية، وإذا كانت الصورة غير واضحة اضغط على الخيار الثاني وعاود الصورة مرة أخرى، وإذا كانت تبان مليح اضغط على الاختيار الأول. بعدها زيد صور البطاقة من الجهة الخلفية، وفي المرحلة الأخيرة امسح مليح الكاميرا الأمامية واضربها بسيلفي. ومبروك عليك. وبعد ما يتأكدوا من معلوماتك الشخصية والوثائق اللي قدمتها ويشوفوا باللي انت مواطن صالح وموهوب، راح يتفاعل معك